لك المعلم بتاعك مش مشتغل عطار؟ طبعا، ده سيد العطارين في المدابغ بحال كده. امال ايه حكايه الجلود اللي عمال يشتريها بقاله سنين؟ حكايه الجلود. دي سياسه عليا يا معلم مرسي. كده سياسه. انت ما تفهمش في الحاجات دي، خليك انت في الكوارع ولحمه الراس. لحمه راس؟ الله اللي هنا. ما تستنى. صباح الخير يا ست دولة. اقعد انت. مين؟ عباس؟ معلمك مش هيعقل. اوديه فين ده كله؟ انا خلاص ما بقتش طايقه الريحه والدبان والقرف. يا وليه اصبري، وما صبرك الا بالله. ما بقاش عندي صبر. اذا ما شفتلكش حل في تل الجلود اللي انت مهببه وشايله عندي ده، هتيجي في يوم تلاقيني حرقهولك. تبي كده انت رسمي يا اخوانا خلصونا بقى، امال رقبتي هتقف على جنب. طب ده خليه وابقي اتخانقي بعدين. انا قلت لا يعني لا. سيبيه يدخل، خلينا نروق وهنعدي عليكي بالليل. يوه يا معلم، واخرتها اخرتها ما انت عارفه. اوعى بقى من السكه ما دام هيعدي بالليل. تعالى. واحد على الساعه كام؟ 10:30. عظيم، مع السلامه. الف سلامه. علينا والله ما خليت فيا والعين شديد. ازيك يا مبروك؟ ازيك؟ الله يسلمك يا سشان. ابويا فوق؟ لا، ده راح مشوار كده. وهيرجع امتى؟ حسب ما يخلص هو وشطارته. اصل بصراحه هي عمليه صعبه شويه، ممكن تاخره نص الليل. يعني كده مش هقدر اشوفه. ها؟ اصلي انا مسافر النهارده الساعه 10. فين يا سشان؟ الجبهه يا مبروك باذن الله. جبهه؟ هتحاربوا بجد ولا تهويش؟ جاي يا مبروك. انت مش واثق في الجيش بتاعك ولا ايه؟ طب بكره تشوف. يا رب. ناديه، 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 يا ناديه، ناديه. بتوحشني قوي يا هشام، مع انك النهارده رجعت لي بدري. بس اصل انا نازل تاني. نازل تاني؟ رايح فين يا اخويا؟ عندي نبطشية، بس المرة دي احتمال تطول شوية. يعني ايه؟ يعني هسافر. بطل هزار بقى. لا حقيقي، الجبهة. لا لا، مستحيل. ايه مستحيل دي يا بنت انت؟ ايه مستحيل دي؟ انت مرات ظابط، اوعى اسمعك تقولي الكلمة دي تاني. امال عايزني اقول ايه يا معلم؟ افضل ساكت على بعادك كده. الله، ما انا بجيلك من وقت للتاني اهو يا دولة. مش تعمل لي خاطر للولاد؟ ده احنا يا دوب عايشين بالعافيه. يعني اقول لهم ايه؟ اقول لهم جايب لكم واحده تشارككم الرزق اللي على القد. يا اخويا وفر فلوسك اللي عمال تصرفها على الجلد والقرف، والواد مبروك اللي مسرحه يلمها لك شمال ويمين. يو انت هتسدي نفسي ليه بقى؟ يو مش قصدي يا معلم. استنى. امسك، خد امسك، خلي ده معاك يحفظك ويرجعك ليا بالسلامة. دي آية الكرسي، خليها في صدرك على طول. يا كباتن، يا قلبك ابيض،
طيب انا هسبقك على تحت بقى ومعايا الشنطه، احسن ده باين العواطف هتاخد حدها قوي. وبعدين معاك بقى يا عصام، عيب كده. يلا يا اختي، يلا يا حبيبتي، يلا. يعني ايه ما لقيتونيش؟ هكون فين يعني؟ بقى معقولة الواد يسافر من غير ما اشوفه؟ يابا الواد راح يحارب. الله، ولا هنعطل الحرب لحد انت ما تيجي؟ يا سلام، يعني ايه الحرب مستنياه وعارفه ما تقوم الا لما يجي وقت؟ والله يا عمي هشام استناك لحد اخر لحظه، وبعت مبروك يدور عليك في المدابغ كلها وما لقاكش. بقى دورت عليا في كل حته في المدابغ وما لقيتنيش. انت غير حد غير ده؟ ها؟ يعني ما انتش عارف انا كنت فين؟ انت كنت عند ما تتكلم، اتكلم يا جر، اتكلم يا اخي. طب كنت فين يا بابا بس؟ وانا هكون فين يعني؟ في القهوه طبعا، ولا ليا 100 حته بروحها. لا، هي حته واحده بس. خير يا زداد، والخير هيجي منين؟ دول كام حته لا يودوا ولا يجيبوا. وبعدين يا رجاله، كل ده بسبب ارتفاع سعر اللحم. الناس يا اخوانا ما معهاش فلوس تشتري. اللي كان بياخد 2 كيلو دلوقتي بياخد كيلو، واللي كان بيطلب واحد دلوقتي بيكفيه نص. قلة الذبح، قلة الجلود، حصلت الازمه. لو المصيبه ان الحكومه لا عارفه تنقص سعر اللحمه ولا سعر الجزء. انا عندي الحل. قول يا ابو العريف. سلام العطار. هو انا يا اخوانا شغلتي الجلود برضو؟ هو كان في حد في السلخانه بيشتريهم غيرك؟ كنت بشتري ب5 وتاني يوم ببيعها ب5 ونكله. يا ريتها فضلت لدلوقتي، كان زماني بقيت مليونير. دي الحته وصلت 20. لا 15. لا 20. يعني عندك وعايز تبيع ب20؟ يا ريت. اوه يلا بينا يا جدعان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمع يا واد. مين؟ وراهم ما تسيبهمش يا واد. ده هجيبهم لك، بس تجيب لي حلاوه. حليلك بقك، اجري يا انا يا واد. مهل. اجري. اديني الباريزه بالكابون يا معلم. من عينين اللي عندك. يوم ما انا جاي افتح اهو. مين اللي مسروق اللي جاي على الصبح ده؟ استنى هفتح. صباح الفل يا معلم. صباح النور. زرغات يا دولة، زرغات يا قمر، يا دولة باشا. جراه يا راجل، انت واخد حاجه ولا ايه؟ لا ده رباني كده. خلاص ليلة القدر انشقت، ما شفتهاش. لا ما شفتهاش. سلامة الشوف يا حياتي، سلامة الشوف يا دولة. خلاص انشقت يا دولة، وهتبقي دولة باشا يا باشا يا باشا يا باشا. يوه انت اتهمت يا راجل ولا ايه؟ ما تفهمني في ايه؟ هفهمك. ده اللي الجلود اللي احنا مخزنينه عندك في الرابعة هنا. خلصني منه. هخلصك منه ده، هخلصك منه، وهجيب لك بداله تاني دهب. قلت ايه؟ قلت ايه يا دولة؟ والله ما انا فاهمه حاجه. هفهمك واعرفك عشان تاني مرة ما تبعترنيش لما اجيب لك شوية جلد واخزنهم عندك هنا. خلاص خلاص، سلامة في خير، والخير في سلامة. سلمى يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة. لا يا عم، ما قد هنا قصادك انه ما عندوش ولا حته توحد الله. ولا انت اطرش ما بتسمعش؟ مين؟ فريد الأطرش؟ اديك شايف النطرش ما بيسمعش. لا بس انتوا تعالوا ومالكوش دعوه. ايه حكايتك يا واد؟ انت بتسمع اللي عايزه ولا تسمعش اللي مش عايزه ولا ايه؟ يا اخوانا ده عنده يجي مليون حته، بس انتوا لغوه. انتوا تباصوا وهو يبيع. ما قلنا ما عنديش. بس الواد مبروك بيقول عندك. خلاص يبقى اشتري منه. اه معلم سلامة،
يا معلم سلامة احنا هنربحك، بس انت قول وبلاش ملاوعة. وانا حلاوة ليه؟ هو حد يلاقي فرصة للرزق وما يترزقش؟ اسمع ده مبروك، تعرف تعتب عندنا تاني مش هسيبك الا لما اسلخك مع الدبايح، انت فاهم؟ حاضر هقول له. صحيح اللي يمشي ورا العيال. وراهم يا ولد، وراهم. مين؟ وراهم ما تسيبهمش. حاضر. دي خد انت، اديلها بربع جنيه حبهان وجول فدان. كله منك، كله منك. تحت ده قاسم ده وانا احتاج. ما تكونش عايز يرفع السعر قد ما يقدر، لانه كان بيقول الحته ب20. الله يرجع وانتوا خسرانين حاجه؟ الله انتوا بتدفعوا حاجه من جيوبكم؟ ما اللي نازل عليكم بط هتطلعوه من عين الزبون وز. واحنا موافقين. ايه؟ بقول احنا موافقين. أنا مش بحلم بشقة لوحدينا من دلوقتي يا فيفي، لكن ممكن نعيش مع أهلي أو أهلك. المهم الحب دلوقتي يا نبيل، طول ما احنا بنحب بعض هنقدر نتغلب على ظروفنا. بس الكام شهر دول يعدوا واتخرج وربنا يتمم بخير. بل ريقك بل ريقك. خد يا باشا. لا انا انت ما تشارب انت. انا مخاصمك. انا ايه اللي جابك؟ انا مخاصمك. اجري، انا زعلان منك مش هتشرب. خد اللي بعده. الكنز ده اللي لقى ابوك يا عصام. كنز؟ ايوه كنز. كنز يا معلم. هو في حاجه اسمها كنز في المدابغ؟ الكنز ده بيلاقوه في السيما وبس. استنى، امال ايه يا ابني حكايه الملايين اللي سمعنا عنها دي؟ اصل المعلم بتاعنا عقليه اقتصاديه جباره، فضل يحوش في الجلود لغايه لما شحت في السوق وراح ضارب ضربته وباعها بالملايين. بل ريقك. تعالى يا اسطى. شفت بقى يا بابا؟ أتاري كان معلق اليافطة دي. ايوه يا ابني، واحنا من خيبتنا كنا بنقول في سرنا ليه يا معلم سلامه كاتب لنا يا ناس يا شر ويا نار. لا مؤاخذة يا معلم، اصل انت ما تعرفش ابويا يعرف يدكن كويس قوي. هو المعلم سلامة يا عيني عليه، ده راجل عقر. والله صفرت ونص يا سلام يا هنايا بيه. جاتلك مره واحده احنا نفتري. والله انت هتقر ولا ايه؟ لا والله لا عليك يابا. اللي قول يا عصام، ابوك يا ابني هيعمل بالفلوس دي كلها ايه؟ صحيح، انا هعمل ايه بالفلوس دي كلها؟ انا لو منك احطها كلها في عمارة كبيرة قوي، حاجة زي البرج. زي برج الجزيرة مثلا. صح يا دولة صح. واسميها البرج؟ لا، هسميها برج المدابغ. يا عيني يا واد ده تقيل، ده انت ولا حسنين فهمي بتاع السيما. مبروك. نعم. مبروك يا سعادة البيت. واحد تاني. بيه؟ بيه 60 بيه كمان. لا يا عمي، أنا مش ممكن أسيب البيت ده إلا لما يرجع هشام. ده جوز يا ناس، ده يوم ما يرجع هيرجع على هنا. يا بنتي ربنا يجيبه لنا بالسلامة، ولما هيرجع بإذن الله هيلاقي 1000 من يدله على برج المدابغ. ما تقول لها مبروك، فاهمها؟ صحيح،
هو هشام لما يرجع هيعرف برج المدابغ منين بس؟ ده هو في حد في مصر يا ما يعرفش برج المدابغ فين؟ انا لو نزلت من هنا هتوه، ما اعرفش اوصل. يا عمي انا ما اخش الشقه جديده من غير جوزي. ده موقف ايجابي واضح. يا واد انت بطل الفلسفه بتاعتك دي وانجر سعيده في لم الهدوم والشنطه. يا بنت تهدي بالله. ده هشام حتى ما يخلصوش ان احنا نبقى هناك ونسيبك هنا لوحدك. يلا يا بنتي، يلا الله يهديك. يلا يا بنتي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا عصام. انا جبت لك المره دي بقى شويه موديلات، انما ايه تهبل مش هتلاقيها ولا في اي بوتيك في مصر. ايه بقى انجليزي ولا فرنساوي؟ لا من هنا ورايح مش هجيب لك اي حاجه من لندن او باريس، عشان البضائع كلها هناك مرطرطه في البوتيكات اللي هنا. انا يا سيدي هجيب لك حاجتك كلها من اسبانيا، بلاد الفلامينكو. فلامينكو؟ فلامينكو هو ولا فلامينكك انت؟ تجنن يا عسل. حاسبي ابوك راح فين؟ مع المهندس بره في الحوش بيتفق معاه على مقاولة الجامع. يخيبك اب. ايه؟ انا مش فاهم بس مين اللي طلعها في دماغه ويبني جامع في المهندسين وتحت البرج بالذات؟ يمكن عايز يعمل حاجة لآخرته. اخرته؟ اخرتكوا سودا ان شاء الله. انا عايز جامع مش زاويه ولا مصليه. اصل الجامع بس هو اللي هيحقق اللي في دماغي. اطمن يا سلامه بيه، المساحه كفايه جدا. خلاص اصل مؤاخذه هنا في مخ مش مهلبيه. الله جرى يا معلم، ايه حكايه الحوش ده؟ انت عايز تعمل فيه ايه؟ انا مش قلت لك الحوش ده له عندي 100 مشروع ممكن نكسب منهم ذهب؟ انت برضه مصمم تعمله جامع؟ لا اله الا الله، استغفر الله العظيم. الجامع هيتعمل. يا سلام. انت يا واد مش مكفيك المحل اللي انت عامله انت واختك؟ يا والدي ده المساحه بتاع الحوش ده ممكن نعمل فيها سوبر ماركت ملوش نظير في مصر. استغفر الله. انا مش فاهم العالم دي انصرعت كده ليه. مساء الخير. اهلا يا عصام. مساء الخير. الله ده انت سخن قوي النهارده، ايه الحكايه؟ انا على طول كده، ولو ان النهارده مفلوق. ليه خير؟ ايه اللي حصل؟ الراجل ده اللي منهم ساعات بينادوا له بيقولوا له يا حاج. الظاهر افتكر نفسه حج بصحيح. ابوك هو لسه مصمم على حكايه الحج دي؟ تصوري؟ لا وزادت بقى وكملت. عايز يعمل لنا جامع في البرج. اقول له يا حاج حد يعمل جامع هنا؟ ابن الجامع ده في زينهم ولا في التراب، انما في المهندسين نعمل سوبر ماركت. الربح مضمون وهيكسب فل. دماغه راكبه مفيش فايده. يكونش الراجل اتدروش على اخر ايامه. الله دروش الله حقك. دي تبقى كملت. لا ايه؟ مش قبل المأذون. استغفر الله العظيم، ما جابليش سيره المأذون بتعفرت. تجنن يا عسل. يا ساتر، الواحد بيبقى هيتخنق وهو لابس البدله والكرافته دي. ايه الكرافته دي؟ حد يخرج نفسه بايده؟ مفيش احلى من لبس الجلابيه والقعده المرحرحه بتاعت المدابر. ولا ايه رايك؟ مبروك. ايوه بس بالك بقى ما تتفلسفليش، اصل ما عنديش مخ. ولع. على فكره الست دولة اتكلمت وكانت مزرجنه حبتين. روح لها، هي عايزاك ضروري الليله. بتقول ايه؟